السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى إخوات في الدنيا، دمتم كده في رعاية الله وربنا يحفظكم ويسعدكم يا حبايب قلبي. النهاردة بقى جايبة لكم وصفة كورية، هنعمل الكريب الكوري بالمانجا. حاجة كده من الوصفات اللذيذة، من أجمل وأحلى الوصفات اللي أنا عملتها على القناة حرفيا. مش ببالغ من كتر ما هي رطبة كده وبترطب على القلب، مجرد ما بتاكليها بتوديك في حتة تانية خالص. كمان ان هي سهلة وبسيطة، والمانجا ما شاء الله كتير السنة دي. فاحنا النهارده هنعمل حلويات كتيره قوي بالمانجا ونتبسط. يلا نبتدي كلامنا بالصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا رسول الله. ولو عجبك الفيديو حبيبه قلبي، بعد ما تشاهديه كده لايك كده وتعليق حلو يا حبيبتي. وانت كمان على فكره وصفاتي سهله واي راجل يقدر ان هو يعملها. يعني محدش يقول لي انا ماليش في المطبخ، كله رجاله ستات يدخلوا المطبخ ويجربوا الوصفه القمر دي. بجد هتدعولي. يلا بينا على الوصفة. تعالوا بقى على المقادير على طول. معايا هنا بيضتين، وكمان معايا كوباية من الحليب اللي هو اللبن، معايا ظرف من الفانيليا، معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من السكر، وكمان رشة بسيطة خالص كده من الملح. هنبدأ بقى ان احنا نخلط المكونات دي كلها مع بعض. وزي ما انا قلت لكم مقادير سهله وبسيطه وفعلا مش مكلفه. هاتي كوبايه لبن وبيضتين وهنعمل احلى تحليه سريعه وسهله، وممكن تقدري انك تعمليها في اي وقت. معايا هنا كمان كوبايه الا ربع من الدقيق اللي هو لجميع الاغراض. وهنبدا ان احنا نقلب المكونات دي كلها مع بعض. مش عايزه اي تكتلات خالص. هنا بقى ممكن تستكفي بالخليط ده. ممكن كمان تحطي له لون اصفر يعزز اللون. ممكن تستغنى عنه لو انت مش متوفر عندك عادي. بس اللون الاصفر كده بيديله لون مبهج كده وحلو زي ايه الكوريين. نبدأ بقى ان احنا نصفي الخليط ده كويس علشان لو في اي تكتلات او اي حاجة. عايزين خليط ناعم وزي قوام الكريب كده زي ما انتوا شايفين. اي تكتلات بقى ما احناش عايزينها، عايزين عجينة ناعمة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده جزت معانا. مش قلتلكوا سهلة وبسيطة؟ يلا بينا بقى على التسوية. طاسة بقى كده تكون ما بتلزقش على النار، ندهنها بدهنة زيت. انا ما دهنتهاش الاول مرة. بس هنجيب دلوقتي بقى جزء من عجينة الكريب، وحاولي تعايري بمعيار واحد علشان الكريب كله يكون نفس المقاس وكمان نفس السمك. هجيب بقى كده اول ما بحط الكمية ببدأ ان انا احاول ان انا اسوي الاطراف زي ما انتوا شايفين. حركة دائرية كده للطاسة هتتسوى معاكي بكل سهولة. ممكن اول واحدة ما تظبطش معاكي التانية هتظبط. عما ايه, تتعودي عليها. بس هي ما شاء الله ظبطت معايا من اول مرة. اللي وصل معايا لحد هنا ونسى يحط اللايك، حبيبة قلبي اللايك بيدعمني، بيخلي الفيديو يعلى بس كده ويعلى المشاهدات شوية. فبالله عليك ما تستخسريش عليا بلايك وتعليق حلو كده حبيبتي. بجد الوصفة هتبهرك من كتر ما هي جميلة، وهتديكي طعم غير طبيعي. لازم تجربي الوصفة القمر دي. اسفه لو كلامي كله بيتوجه للستات، لان قليل قوي من الرجاله اللي هيدخلوا يشوفوا الوصفات دي. فمعظم الستات هي اللي بتدخل تشوف الوصفات دي. هنا بقى خلاص بدأت ان هي تسيب الطاسه كده. خلاص اتأكدت ان هي سابت، اقلبها على الجهه التانية تاخد لون بسيط، وبعد كده خلاص بتكون جهزت معايا. ايه رأيكم بقى في الكريب القمر ده؟ كريب مسكر زي السكر زي الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي. يلا بينا بقى ايه نخش في الحشوة ونشوف هنعمل ايه. تعالوا بس اوريكم الكريب طالع طري وعامل ازاي ولونه خطير. ما شاء الله، يعني كوبايه الا ربع من دي عملت لي كميه حلوه يعني. حاجه كده يعني جميله. ومش عايزه اقول لكم على ريحتها، كنت معجبه بريحتها قوي. يلا بقى بينا نخش نشوف الحشوة. يلا بقى نخش في الكريمة بتاعتنا وتعالوا نشوف عملنا ايه. ممكن تستخدمي اكياس عادي خالص من اللي هي بتتجاب من السوبر ماركت، اي نوع كريمة عادي خالص. هنا بقى جبت نص كوباية او كوباية، يعني على حسب. هي خدت حوالي كده معايا نص كوباية من الكريم جانتيه السادة.
حطيت على نص كوباية من الكريمة حطيت نص كوباية من اللبن المتلج، او كمان ممكن تحطي نص كوباية من المية المتلجة. ولقيتها ان هي سميكة قوي، زودتها حوالي كمان ربع كوباية. الكريمة دي بتستخدم يعني بتاخد معايا كمية سوائل كتيرة. الوصفة دي محتاجة كريمة تكون متماسكة عشان لما تيجي تلفيها الكريمة ما تطلعش منك وتبوظ الدنيا. خلي الكريمة متماسكة، يعني حطي على نص كوباية من الكريم جانتيه حطي عليهم نص كوباية من السوائل، اذا كانت مية متلجة او لبن متلج. ولو لقيتيها ان هي تقيلة قوي زيادة عن اللزوم ممكن تخففيها كمان بشوية مية صغيرين. وخلي القوام متماسك وفي نفس الوقت ان هو مش متماسك قوي. تمام. نيجي بقى للمانجا. عندي المانجا هبدأ ان انا اقطعها شرايح بالمنظر ده. طبعا هتنفع معاكي اي نوع فواكه بس هي المعروفة بالمانجا. نبدأ نجيب 3 من الكريب ونحطهم كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه. نجيب جزء من الكريمة ونبدأ ان احنا نفرده. كمان الكريمة دي كانت سادة فحطيت معلقتين سكر. بجيب بقى شرايح المانجا وحاولي على قد ما تقدري ما تخليش الكريمة على الجوانب وعلى الاطراف. تمام، عشان ما تيجي تقفليها ما تغلبكيش. خلي الاطراف ما فيهاش كريمه من كل الجهات. ببدا بقى ان انا اقفلها من الجوانب بالمنظر ده. وخلاص بقى كده خلاص جهزت معايا. ايه رايكم بقى في المنظر ده؟ بجد جميله. شايفين بقى المنظر القمر؟ هنا كنت مزوداها كريمه زياده فطلعت مني. انتوا ما تزودوش كريمه في الاطراف. من المنظر ده بقى كده وممكن تحطوها في الفريزر. في الفريزر بقى كده تتجمد معاكي شويه عشان لما تيجي تقطعيها تعرفي. اهو هنا بقى بدأت ان انا اقلل كريمة. ما شاء الله عملت لي 2 حلوين. الكمية دي عملت لي يعني ايه واحدتين كبار، وفاض معايا كريباية عملتها واحدة صغيرة. اهو بقفلها من الجوانب بالمنظر ده وببدأ ان انا ايه الفها. مش عايزة اقول لكم على طعامتها وحلاوتها. دي بقى ممكن تغلفوها باسترتش راب وتقومي حطاها في الفريزر. او ممكن انا في واحده حطيتها بالطبق بحالها كده، وفي واحده حطيتها في فرق الاسترتش ده. الاتنين كانوا حلوين، يعني مش متوفر عندك الاسترتش ده عادي ممكن تحطها كده بالطبق وبحلها كده في قلب الفريزر. بلفها كده وبسيبها. هنا بقى اللي كنت حطاها كده بحلها ولا كانت طالعه جميله يعني. قلت اجربها كده واجربها كده. مش عايزه اقول لكم بقى لازم تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم. سهله ومقاديرها تتعدى على صوابع الايد وهتديكم نتيجه مبهره. تعالوا بقى نقطعها كده من جوه ونشوف قد ايه بقى شكلها خرافي. تحفه فنيه بجد. ايه رايكم بقى في القمر ده؟ يا سلام بقى لو نوع المانجا يكون نوع كويس كده وطعمها حلو. بجد هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. هتعملوها احسن مني مليون مره. اتمنى انكم تجربوها ويبقى الف هنا يا حبايب قلبي. اللي وصل معايا لحد هنا بقى يسيب لي كومنت كده، ولو في وصفات انتم محتاجينها اكتبوها لي وانا ان شاء الله باذن الله هنزلها لكم يا حبايب قلبي. هنا بقى خلاص وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم يا حبايبي ادعوا لي دعوة حلوة. مع الف سلامة. سلام.